السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض روتين خفيف وسريع كده في عز البرد. طبعا كلنا سجعانين وقاعدين تحت البطاطين، لكن شغل البيت هنروح منه فين؟ زي ما انتوا شايفين كده عندي شوية كام طبق كده في الحوض اللي هما بتوع الفطار، إذا كان حد فطر ولا عمل شاي. هنغسلهم كده مع بعض. انا دايما بدعك المواعين الاول ولما اخلصها خالص بعدين ابدا اشطفها علشان ما افضلش افتح واقفل الحنفيه. طبعا انا بسجل دلوقتي الصبح، بصور الصبح، مش عارفه اقول لكم صباح الخير ولا مساء الخير لان مش عارفه الفيديو هينزل لكم امتى. يلا كده دايما واحنا بنغسل المواعين واحنا بنعمل الاكل واحنا بنغسل السجاد واحنا بنعمل شغل البيت بنصلي على النبي ونستغفر الله، استغفر الله العظيم من كل ذنب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا كده استغفر الله وصلوا على النبي علشان انا اكسب ثواب من وراكم. زي ما انتوا شايفين هم قليلين خالص، اللي هم ايه، كام طبق كده بتوع الفطار. خلاص كده خلصنا المواعين اللي احنا شفناها مع بعض ودخلنا على نعمل الغدا. زي ما انتوا شايفين معايا كرنبة حلوة اهي صبحة، وبنتي جايبها لي صبحة وزي الفل، ربنا يخليها لي يا رب. هنقطعها مع بعض. طبعا انا مش هتكلم على تفاصيل وطريقة المحشي لان انا منزلة فيديو محشي قبل كده من اول ما قطعنا الكرنبة لغاية ما استوى وغرفناه مع بعض وقدمناه مع بعض. القطة اللي انتوا شايفينها دي انا عندي ولد وبنت، بس البنوتة حشرية لازم تحط دماغها في كل حاجة، عندها حب استطلاع رهيب، اي حاجة بعملها تيجي تبص عليها كده وتشوفها وتمشي. ما اعرفش هي يعني فهمت ايه من ان هي بصت على الكرنبة ومشيت. زي ما انتوا شايفين قطعنا الكرنبة وسلقناها وقطعنا بصلتين كده حلوين متوسطين وبنقلبهم مع بعض في السمنة على النار، هياخدوا اللون الذهبي وهضيف عليهم الطماطم. كلكم شاطرين وبتعملوا احلى محشي. خلاص كده ضفنا الطماطم على البصل وهنسيبها تتسبك وبعدين هنضيف الرز والخضرة والتوابل والملح. زي ما انتوا شايفين خلص معانا المحشي، اسرع محشي ده ولا ايه؟ لفيناه كمان واخر صباعين معاكوا اهو بلفهم معاكوا. وخلاص كده خلصنا المحشي بتاع النهارده. بعد ما خلصنا المحشي وزجناه الشوربة حطيناه على النار وزجناه الشوربة، يا سلام لو عندك حتتين زبدة كده بلدي تقطعيهم على وش المحشي بيخليه تحفة. وبعدين هنا عندي لحمة مسلوقة هديها كده تتبيلة خفيفة وندخلها الفرن، هي مستوية خالص يعني مش عايزة سوا، بس انا عايزاها تشرب من التتبيلة دي وطعمها يكون احلى من المسلوق. قطعت كام بصلة كده طرنشات زي ما انتوا شايفين وبرصها في قاع الصينية علشان اللحمة ما تلزقش مني في الصينية وتتبهدل مني. اولا البصل بيدي اللحمة تسكيرة وكمان هيحميلي اللحمة ما تتبهدلش مني في الصينية. البصل ده هيدوب مع اللحمة وبيبقى طعمه تحفة. في ناس كتير بيحبوا يحطوه على الرز. خلاص كده ضفنا التتبيلة اللي هي عبارة عن بصل وثوم وفلفل اخضر وملح وفلفل اسود ومعلقة صغيرة 7 بهارات. ضفتهم كلهم في درج الخلاط وضربتهم، وبعدين رصيت اللحمة على البصل في الصينية وضفت عليها التتبيلة اللي احنا شفناها مع بعض، طماطم وبصل وثوم وملح وفلفل اسود ومعلقة صغيرة 7 بهارات، كله على بعضه في الخلاط، وبعدين ضفناه على اللحمة ودخلناه الفرن. خلاص كده المحشي على النار واللحمة بعد ما استوت عملنا لها التتبيلة اللي شفناها مع بعض، دخلناها الفرن. ودخلنا هنا على الحمام. طبعا انا عندي الحمام كان فيه شوية شغل، فالحيطان طاير عليها جبس
بوهية، فحاولت أدعكها كده بالسلك زي ما أنتم شايفين، لإن أنا مش بادعك الحمام بالسلك، لكن بادعكها دلوقتي علشان فيها بوهية والجبس اللي أنا قُلت عليه، مش هينفع يطلع كده. أنا دايمًا باغسل بالفرشة أو بالمِجَشّة، لكن ده مش هينفع معاه الفرشة ولا المِجَشّة، حبيت أدعكها كده بالسلك، دعكة كده بضمير زي ما أنتم شايفين. وزي ما أنتم شايفين أنا ماسكة التليفون بإيد وباغسل بإيدي التانية. طبعًا أنا فصلت التليفون خالص خلّصت باقي الحمام، لإن مش هينفع أعمل الحمام كلّه وأنا ماسكة التليفون بإيد وباشتغل بالإيد التانية. غسلت كل حيطان الحمام باشطفهم زي ما أنتم شايفين. زي ما أنتم شايفين كل حتة بالاقي فيها بوية بادعكها بالسلك مع بعض. هو ده كان يومنا من أول ما صحينا من النوم ودخلنا المطبخ وغسلنا مواعين الفطار لغاية ما عملنا الغدا وخلصناه ودخلنا على الحمام. أتمنى الفيديو يعجبكم وأشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.